وصفات النهاردة كلها محشي، الراعي الرسمي على سفرة رمضان. عامله لكم تشكيلة محاشي. كل الفيديوهات اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي هتلاقوها كلها في صندوق الوصف. انا بختصر لكم كده وبوريكم المحاشي اللي انا عملتها، لان ممكن فيديو منهم يعجبكم. عملت هنا محشي ورق عنب، محشي الكرنب، ومحشي مشكل. عاوزاكم بقى تحطوا لايك، اشتركوا في قناتي، دي قناتي اكلاتي واختراعاتي. فعلوا الجرس علشان لما تفعلوا الجرس هيوصلكوا كل وصفاتي الجديدة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. عملت لكم محشي ورق العنب وعرفتكم ازاي تلفوه وازاي تعملوا الخلطة وازاي تلفوه بكذا طريقة، يعني تختاري اي طريقة بقى تعجبك تلفي بيها. عملت لكم الطريقة دي، وعملت لكم كمان الطريقة اللي هي بالقلم. عملت لكم كذا طريقة، يعني 3 طرق كده. اي طريقة تعجبك تريحك لفي ورق العنب بيها. تمام. عرفتكم ازاي تعملوا الخلطة اللي ريحتها بتجيب لاخر الشارع. بصوا يا جماعة الفيديو ده انا حاطه لكم كده ورق عنب، حاطه لكم محشي كرنب، حاطه لكم محشي بتنجان، حاطه لكم كمان طريقه عمل الفرخه المشويه مع المحشي في صينيه في الفرن. منوعه لكم، مدياكم شويه افكار. بعرفكم ازاي تسووا المحشي كويس من غير ما يطلع معجن ومن غير ما يطلع ني، السوى المظبوط للمحشي. بصوا كل حاجه هتشوفوها هيعجبكم جدا. الفيديوهات دي انا هسيب لكم كل الفيديوهات ان شاء الله في صندوق الوصف. اللي بصوا شو محشي ورق العنب طالع ما فيهوش غلطه. زي ما قلت لكم عملت لكم كمان محشي الكرنب. عرفتكم ازاي تسووا الكرنب، ازاي تقطعوا الكرنب، ازاي تسلقوا الكرنب بطريقه سهله وبسيطه، ازاي تعملوا الخلطه، وازاي تلفوا المحشي برضو بطريقه سهله وبسيطه جدا، مش هتاخد منكم اي وقت. عايزاكم بقى تشوفوا كل الفيديوهات اللي انا هسيبها لكم في صندوق الوصف. فيديو الكرنب، وفيديو ورق العنب، فيديو المحشي المشكل. كل ده هتلاقوه في صندوق الوصف. تمام. زي ما قلت لكم عرفتكم ازاي تحطوا الكرنبه كده بحالها وتسلقوها كده، بدل ما تقعدوا بقى تقطعوا والغلبه دي كلها. مسهله عليكم الموضوع، وان شاء الله مش هياخد منكم وقت. والناس اللي بتحس بقى انا داخله اعمل محشي بقى ومش عارف، لا ان شاء الله هيبقى سهل بالنسبه لك بعد الفيديو بتاعي. تابعي الفيديو بتاعي واتفرجي عليه كله. عرفتكم كمان ازاي تقطعوه وازاي تخزنوه لرمضان، كل حاجه. وازاي كمان تسووه. عرفتكم ازاي تحطوا الشوربه المظبوطه على المحشي، وازاي طريقه السوى الصح. يا جماعه طريقه السوى اهم من المحشي نفسه، علشان يطلع مستوي كويس جدا مفلفل، ولا هو معجن ولا هو لازق في الحلة ولا هو ني. تمام. طريقة السوى بتاعة المحاشي مهمة جدا يا جماعة، لازم تعرفوها. تمام. طبعا انا عامله لكم الفيديو ده عشان تخشوا تشوفوهم، وعلشان انتوا عارفين ان اصلا اول يوم في رمضان يعني السفرة كده لازم محاشي بقى. محشي بقى بتنجان، محشي فلفل، محشي كرنب، هو لازم ميكس بين المحاشي كلها، هو لازم محشي. الراعي الرسمي على سفرة رمضان اول يوم رمضان. عرفتكم كمان ازاي تعملوا محشي البتنجان، وازاي تحشوا البتنجان صح من غير ما الرز يطلع من البتنجانة، ومن غير كمان ما يكون فاضي. والمحاشي دي مش هتبقى مشكلة بالنسبة لك خالص. انا بتكلم على البنات اللي لسه متجوزة جديد ومش عارفة تطبخ، ومش عارفة تعمل محشي، وعندها بقى عزم حماتها بقى وعزم اهلها. فان شاء الله الفيديو هيكون الفيديوهات اللي انا عاملاها سهلة وبسيطة، وتعرفي تعملي كل حاجة، وهيبوسوا ايديكي من حلاوته. زي ما شفتي، زي ما انت شايفة كده برضو عملت لكم ميكس من بين المحاشي في الصينية. شفتوا في الصينية، وحطيت عايزة بقى تحطي بطة، عايزة تحطي فرخة، اللي انت عاوزاه. انا حطيت هنا فرخة، يعني شويت الفرخة في وسط المحاشي. عرفكم ازاي برضو تحطوا شوربة قد ايه عشان برضو تطلع المحشي يطلع مظبوط معاكم. تمام. زي ما قلت لكم انا عاملاها في الفرن، يعني المحشي والفرخة في الفرن. عايزة اقول لكم عملت التتبيلة بتاعة الفرخة تحفة. والفرخة مظبوطة وسواها مظبوط جدا. انا عاوزاكم بقى تحطوا لايك للفيديو
وتشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم ان شاء الله كل وصفاتي الجديدة. يعني لو وصلت لغاية هنا حط لايك. وعملت لكم بصوا ميكس يعني غير الفرخة المشوية، عملت لكم برضو ميكس المحاشي في صينية، محشي كرنب، محشي بتنجان، محشي كوسة، ومحشي كمان ورق عنب، كله كده في الصينية زي ما انتم شايفين. زي ما قلت لكم المحاشي مش هتبقى صعبة بالنسبة لك تاني ابدا، هتبقى اسهل حاجة ممكن تعمليها. بحبكم قوي، استنوني بقى في وصفة جديدة وفيديو جديد. ودي قناتي اكلاتي واختراعاتي، وما تنسوش اللايك. شوفوا بقى الفيديوهات هسيبها لكم في صندوق الوصف كلها، عشان تروحوا تجيبوها بكل سهولة. اي فيديو يعجبكم تقدروا تجيبوه وتنفذوه على طول. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، واستنوني بقى ان شاء الله في وصفات اللي جاية بإذن الله هتعجبكم جدا. زي ما قلت لكم يا جماعة، طريقة التسوية مهمة جدا. يعني ما تحطوش بقى 500 مغرفة شوربة وتقولوا بقى لا لسه محتاج، لا. الفيديو ده هعرفكم ازاي تسووا المحشي ويطلع معاكم تحفة يا جماعة، بطريقة التسوية الصح. زي ما قلت لكم طريقة التسوية اهم من المحشي نفسه عشان يطلع حلو كده ويبوسوا ايديكي يقولوا لك تسلم ايدك. تمام. زي ما قلت لكم كلها فيديوهات اللي انا عاملاها محاشي كده بطريقة مختلفة، مش تقليدية في الحلة كده، لأ. المحاشي عاملاها بطريقة مختلفة وجديدة وحلوة جدا. يلا اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة وباي باي.